أهلا بك عزيزي المشاهد في أولى حلقات الركن الكروي. في هذه الحلقة هنتكلم عن أفضل 5 محترفين أجانب لعبوا في الدوري المصري من وجهة نظري. فعزيزي المشاهد أحضر بعضا من النقانق ومشروبك المفضل لأنك الآن تحلق في سماء الركن المحلي. نبدأ بالمركز الخامس، هو اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك الأسبق. فيمتاز فرجاني ساسي بدقة التمريرات، وكمان يقدر يجيب لك جون داخل ال 18 سواء كان بالهيد أو من خارج ال 18 عن طريق التصويب. فمن خلال 3 سنوات اللي قضاها فرجاني ساسي مع نادي الزمالك قدر إنه يسجل 16 هدف ويصنع 17 في 102 مباراة بمختلف البطولات مع نادي الزمالك، وحصل أيضا على 33 كارت أصفر و3 بطاقات حمراء. أما في المركز الرابع فهو اللاعب النيجيري جونيور أجاييه نجم النادي الأهلي. فهو لاعب من مميزاته إنه لاعب مهاري، وكمان لاعب جوكر يقدر يلعب لك مهاجم او طرف من الاطراف، او ممكن كمان يلعب لك نمرة 10 لو فيها نقص. جونيور أجاييه لعب مع النادي الاهلي في 161 مباراة خلال مشواره بمختلف البطولات، قدر انه يسجل 41 هدف ويصنع 30، وحصل على 14 كارت اصفر. اما انجازات جونيور أجاييه مع النادي الاهلي فقدر انه يكسب 4 بطولات للدوري المصري و2 كاس مصر و2 كاس السوبر المصري و2 دوري ابطال افريقيا، وكمان قدر انه يحصل مع النادي الاهلي على برونزية كاس العالم والسوبر الافريقي. في المركز الثالث فهو النجم المغربي ونجم نادي الزمالك السابق، هو أشرف بن شرقي. أنهى أشرف بن شرقي مسيرته مع نادي الزمالك بعد انتهاء عقده وبعد فوز نادي الزمالك بكأس المصري موسم 2021 على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. شارك بن شرقي مع نادي الزمالك في 109 مباراة، من خلالهم قدر إنه يسجل 41 هدف ويصنع 28 تمريرة حاسمة. أما إنجازات أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك فقدر إنه يكسب الدوري المصري مرتين و2 كاس مصر و2 كاس سوبر، وكمان قدر إنه يكسب السوبر الأفريقي. المركز الثاني فهو النجم علي معلول نجم النادي الأهلي الحالي، ويعتبر علي معلول من الأعمدة الرئيسية الموجودة داخل النادي الأهلي، أيضا من نقاط القوة الموجودة داخل النادي الأهلي. قدر علي معلول مع النادي الأهلي الحصول على العديد من الألقاب المحلية أو القارية. قدر علي معلول إنه يكسب 4 بطولات دوري و2 كاس مصر و2 سوبر مصري و2 سوبر أفريقي و2 بطولة أفريقيا و2 برونزية كأس العالم. فما شاء الله عليه، فمسيرة أكثر من رائعة من النجم التونسي مع النادي الأهلي. قدر من خلالها إنه يسجل 34 هدف ويصنع 56، فما شاء الله عليه، يعني أرقام مرعبة بالنسبة للنجم التونسي. أما في المركز الأول هو الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري على مدار تاريخه، جون أندوي. شارك في 193 مباراة في الدوري المصري مع العديد من الفرق المصرية سواء كان الإسماعيلي، أهلي، مقصة وبيراميدز. قدر يسجل في 193 مباراة 92 هدف وصنع 24 هدف، وقدر كمان إنه يحصل مع النادي الأهلي على بطولة الدوري المصري وبطولة كأس السوبر المصري. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، فيا رب تكونوا استمتعتم بالحلقة، ونتقابل في حلقة جديدة تانية بإذن الله. سلام.